أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في قناة أروع الحكايات. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كان الخليفة العباسي المعتصم بالله يفتح مجلسه للشعراء والأدباء، وفي يوم دخل عليه أعرابي من الفصحاء البلغاء، أعجب به المعتصم وقربه إليه للسانه الفصيح وحكمته البالغة، فقد كان رأيه سديدا وحكيه ماتعا وقوله مسجوعا، فآثار ذلك حمق وغضب أحد وزراء المعتصم. كيف لهذا الأعرابي أن يحوز اهتمام وإعجاب الخليفة؟ فكلما اجتمع مجلس الخليفة إلا ويسأل عنه. امتلأ قلب الوزير حسدا وغيظا، وقرر أن يبعد الأعرابي عن الخليفة ومجلسه، فبدأ يتقرب إليه بادئ الأمر حتى يرتاح له. فعلا بدأ يلاطفه وينادمه، وفي يوم من الأيام دعاه إلى وليمة وقال له: غدا أنت مدعو في بيتي، لك عندي وليمة خاصة بك وحدك لمكانك من الخليفة حفظه الله. فأعد مأدبة كبيرة وأطباقا عديدة وأكثر له فيها من الثوم. لما انتهى الأعرابي من صنوف الطعام شكر الوزير على حسن ضيافته وكرم وفادته، فقال له الوزير: علي أن أذكرك بشيء مهم، فأنا صاحبك ومن واجبي أن أنصحك. لا تقرب مجلس الخليفة ليوم أو يومين، لأن الخليفة يكره رائحة الثوم ويشم رائحته من بعيد، فاجلس بعيدا عنه، وإذا اضطررت للكلام فأغلق فمك بكمك حتى لا تصل الرائحة إلى الخليفة. قال الأعرابي: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة الطيبة، نعم الصديق أنت، سأجلس بعيدا، وغدا إن أردت الكلام فسأرفع كم يدي إلى فمي. في نفس اليوم ذهب الوزير إلى الخليفة وقال له: مولاي الخليفة، أعزك الله، إن ذلك الأعرابي يتحدث عنك بسوء في السوق وبين الناس، ويقول أن رائحة فمك كريهة. قال الخليفة مستغربا: عجيب، لم يبدو لي عليه شيء مما تقول. وفي الغد جاء الأعرابي وجلس في المجلس بعيدا عن الخليفة، ثم احتاج إلى أن يتكلم، فرفع كمه ووضعه على فمه، فتأكد للخليفة ما قاله الوزير، وغضب من الأعرابي غضبا شديدا، لكنه كتم غيظه، فأمر برق ودوات وكتب كتابا، ثم طواه وختم عليه بخاتمه، ونادى على الأعرابي فأعطاه الكتاب وقال له: خذ رسالتي هذه إلى والينا في منطقة كذا، ثم عد لي بالجواب من عنده. جعل الوزير ينظر إلى الأعرابي وظن أن كيده لم يفلح، وأن الأعرابي قد حصل على هدية أو جائزة سيذهب لإحضارها، فانتظر لما خرج فتبعه مهرولا وقال له: لم تتعب نفسك؟ أنا أذهب بهذه الرسالة بدلا عنك، فالطريق طويل وزادك قليل، سأنوب عنك في هذه، ولك مني 1000 دينار. قال الأعرابي: حسنا، لك ذلك. أخذ الأعرابي 1000 دينار، وأخذ الوزير الرسالة وانطلق بها إلى الوالي المذكور. لما فتح عامل الخليفة الرسالة وجد مكتوب فيها: بأمر من الخليفة أن اقتل حامل الرسالة. وعلى الفور أمر الوالي السياف بأن يضرب عنق الوزير تنفيذا لأمر الخليفة. بعد أيام افتقد الخليفة الوزير فسأل عنه، قالوا له: لقد خرج منذ أيام ولم يعد. ثم تفاجأ بالأعرابي يدخل مجلس الخليفة، سأله مستغربا: ألم تذهب برسالتي إلى والينا الفلاني؟ قال الأعرابي: كنت في طريقي لنقل الرسالة، لكن وزيركم أصر علي أن يحملها بدلا عني، وأعطاني مقابل ذلك 1000 دينار. فقال الخليفة: لما كنت تغلق فمك بكمك حين كنت تحدثني في المجلس؟ قال الأعرابي: كانت تلك نصيحة الوزير لما دعاني إلى طعامه وأكثر فيه الثوم، قال لي بأن أغطي فمي في حضرتكم حتى لا أؤذيكم برائحة الثوم. ففهم الخليفة ما حاكه الوزير للأعرابي، وأنه وقع في شر حباله،
وأن السحر انقلب على الساحر. ثم قال بيتا من الشعر وأرسله مثلا: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.